انا ما وجهت لهم انا رساله زول ساي لحكومه يا ماما السودان. كوكي، ماما كوكي انا زول ساي. انا زول يحلل. ساي، بتصرف ساي، انا ما مشهور. انا وين الشهر؟ وين بلوجر؟ انا وين عندي العربات يم، ولا عندي الفيلا يم، ولا لا انا عندي الفرقه الموسيقيه؟ ما عندي. انا زول ساي، انا بطرطة. هاد ليه أنا اهرب من البلد؟ ليه انا عامل شكعب؟ هل عنده دليل علي؟ يمشي القانون، حباب القانون. في زول فوق القانون، كلنا تحت القانون. و... طيب سامح، وسامح يعني. كلنا يا ماما كوكي كلنا تحت القانون، ما في زول اكيد، اقوى من القانون. اكيد، اكيد. تمام. مهم. لا، عندك حاجه ادله تثبت عني انه انا ده ذاته محمد رحال اللي قبضته ده؟ اثبت. كان تقدر اثبت. انا في النهايه ما مشيت لزول في بيته وقلت له احكي له، ولا صورت زول، ولا قلت لزول اخطفني، ولا وديني مزرعه وصورني. بالضبط. اللي يمشي القانون يمشي، لكن كعب الزول اللي قبل 4 يوم بيمشي للسفاره، بيمشي للقنصليه ولا السفاره اللي في ابو ظبي، داير يعمل قسيمه، مقدم قسيمتين. ده منو قسيمه ده؟ بتاعت عقد واحد تاني، وقسيمه التانيه باسم التاني. معقوله؟ تعب الناس اللي بتعمل في المنكر والفحشاء بيجوا بيدعوا المثاليه. ده منو انا دي ده؟ مسكين يا ماما محمد كوكي. ده منو؟ ده منو؟ مع عجابون ذاته. عندها قسيمتين. قسيمه انه ده مع محلل، في محلل. ومش داري يسوي القسيمه، داري نعرف اسم الشخص الثاني ده منه. واحده باسم الراجل الطليقه، والثاني باسم زول. مشت هناك قرطه وسرهم قالت. يعني معقوله؟ يعني طريقه رجع عرسه تاني. ايوه. انت قال ان البوست اللي بنزله الفيس ده كذب، ما دارين يفشلوني انا، لكني ما عارف انه نحن عندنا عيون في السفارات دي، ولا ما عارف الكلام ده. سامح طيب، وقت جا عقد على معلومه كويسه، الصلح خير، ربنا ذاته قال الصلح خير ولا شنو؟ ما هو تفشيل لي انا. تفشيل لك في تفشيل لي أنا. في شنو؟ تفشيل انه دارين ينفوا كلام الطلاق. ما هم ده كلام، ومره يقولوا مطلقين ومره لا. اي الطلاق ده ابوها عمل بوست طويل عريض، وهي جات امنت على كلام ابوها. ابوها ده في العيد ولا كان في رمضان ولا شنو، طلع بوست كبير. والله قبل 4 يوم والله مشت السفاره والقنصليه في ابو ظبي، حتى اها. الزول اللي معطيك اسمه بالكامل عندي. ودوا قسيمتين هناك، القسيم الثاني ده يوصلها باسم هيهاب، والثاني ديك ما معروف اسم. احتمال بعد شويه تجيني صور من القسايم الاثنين دي، الله اعلم، الله اعلم. انا ما عارف. انا ما قالوا بحضر في الشواطين، قالوا انا بحضر في الجن يا ماما كوكي. اذكر. قالوا كده. فانا ما عارف، غايته انا قاعد احضر ما احضر. المهم غسلت البيت بالمويه والملح، عرفت، شغلت القرآن، جدعت التلفونات، جابت التلفونات، قالت الواد ده قاعد يحضر في الجيم. بس الزول ده بيعرف المعلومات دي من وين؟ والله ده الكلام اللي قالته. وسامح، الخطفوا رجعوا له تليفون ولا ما رجعوا له؟ تلفون يرجعوا له، ونيجي تعال نوريك. ما نحن نديك معلومات بسيطه في لايفك طالما الناس منامس فكار قوال. شكيتك على الله يا قوالي، شكيتك على الله. تخلي المرأة تنحرف عن محتوى. شكيتك على قوال، والله جايب لي سمعه. لا اها. ماما كوكي قاعد جديدة، وما قاعد يحب يعني كده. من الناس اللي انا بحبها جد، بحب اديها يعني كم صوت صوتين هنا بالله، عشان شنو الامور تمشي. يا اول حاجه حليلك. يا ماما كوكي، في اها. طرف ثالث اسمه شهاب محمد. شهاب محمد ده اها. كبر بعربية الكفيل. اذكر. عربيته ما كانت تحت البيت، بيت البرنس، خلاها هناك. لما حصلت الموضوع ما جا شالها. اها. يلا مشى بشغله، شال عربية الكفيل، هربها وين؟ هربها لحدود اليمن. الليله قر. اها. التصريحات اللي بتقول فيها افعى جابون تصريحات كلها فيك. لقت فنانة واحدة بدون ذكر اسمها، لانه انا ما داير اذكر لي فنانة نهائيا. لقت فنانة. اها. ما البرنس شكله كان مسجل المكالمة لما دخل الجروب الفنانين ده كله. اها. لقيت شنو؟ وصل لهم القطايع بتاعت افعى جابون. يلا قام عمل شنو؟ اها. شكله سجل لهم في ريكوردات، طلعت في حاجات لقيتها في التليفون بتاعه. هي تصريحاتها في لايفاتها بتقول شنو؟ بتقول انه انا عندي لايفات الفتره الجايه، وعندي سكرينات، وعندي ادله اها. عشان انا افشلها. هسه عشان الشعب السوداني ده ما يقعد يعني الشعب السوداني يقعد يتساق بالكذب. اول حاجه هي لقت الصوره بتاعت العمليه بتاعتها بدون مؤاخذه، مشت عملتها نهايه ظهرها، مرسلاها للبرنس. البرنس هي عملت قام عمليه رسلها شنو؟ اكيد للجلال. اكيد راح. عملت عمليه شنو في نهايه الظهر؟ يا ماما كوكي انا زول بحترمك، ما بتلفظ. نهايه الظهر نفخت البتاعات يا ماما مالك. يا ماما كوكي ده تمرقي معايا ولا شنو يا ماما كوكي؟ بري انا ما بمرق، انا قاعده في حته بري. خلي لايفك ده مع ناس محترمين في واحدي. اها. هو عملت عمليه كبرت الجبل. اها. الجبل ما كان زي المانجا، بقى هسه زي شنو؟ زي
هنا المهم مهم. الزولة دي لقت البرنس في المحادثات بينه وبين فنانة، رسل لها الصورة بتاعت الغناء، قال لها كشف الوهمية دي كبرت شغولها. وقام البرنس رسلها لجلال، جلال حسن الطيب دولة، جلال منو صاحبه ذاته وعشرة عمره وتحلته الباع واللي طلع عليه تسجيلات، مهم. غير الزول اللي جاء أكل معاه. الدليل الثاني لقت فنانة قالت إنه والله العظيم، قالت انا الزوله دي بتقول لي كده كده كده، انا والله شنو كان لقيتها بعربيه ادوسها وادفع ديتها. دي الادله والسكرينات اللي عندها، ما عندها اي شيء. لكن يا ما اخوانا، عندها اي شيء. رعاني يا رخال كان جينا للجد، والله العظيم برنسي بالغ بغض النظر. ما خلاص، لو الكلام ده صحيح، احنا ما الكلام ده ما عارفين انه هل حيكون حقيقي ولا ما حقيقي، لكن لو معلش يا ماما نفرض كوكي، ماما كوكي دقيقه، صلاتك على النبي. عليه الصلاه انا والسلام، لا خليني قبل اقول كلامي. ما انت عاين. تقولي كلام، اها. لا قبل ما تقولي كلام كنت أمم. حاسب عليك. الغلط، الغلط بدا منها هي. أمم. الزول دي ما قاعد يرد على فصل منها. تمام، انت قومي شيلي التليفون بتاعك، دقي لابنه، دقي لاخوه، ودقي لاخته. أمم. فشل الزول ده ولدكم واحد اتنين تلاتة أربعة، وصلت شنو؟ في نقطة إنه الزول ده أنا بصرف عليه، ونقطة الزول شنو بتاع إنه هو شنو باطل. عاتكر. يلا وقامت شنو؟ فعجبون شال التليفون، دقت لفنانة قالت لها تعالي البيت وبتاعنا ده أنا لاقيك، قالت لها أنا بعيدة وكده لكن أنا بجيك. قامت جاتها في البيت، أمم. شغلت لها التسجيلات. من حقه هو يرد قبل ما أنت تقولي إنه هو غلطان. من لا، حقه هو انا يرد. لا، المرحله دي ما ده مرحله متاخره. انا في لكن انه العلاقة الفتره اللي كان كلها، في العلاقة علاقه، كلها، الفتره اللي كان في دقيقة علاقه، العلاقة كلها، دقيقه عين دقيقة يا العلاقة كلها. محمد، الفترة اللي كان في علاقة كانوا كده من الاحترام للعلاقة دي ذاتها، بغض النظر عنه على العلاقة شنو. انت ليه مرة وثقت فيك، لو رسلت لك صورها، لو اتونست، ما معناتها شنو كان في حاجة بيناتكم، انت ليش تمشي تفضحها؟ يعني ليش الصور معلش يرسلها للرجال؟ اسمعيني خليك من الكلام ده. ما هو هي اها. العلاقة ذاتها ببدايتها كلها مكالمات مسجلة. كان الطرف دول قبل ما يصلوا للمرحلة دي ويصلوا انهم هم يطلعوا فضايح بعض، هم اساسا مسجلين لبعض. عليك الله، ده شوف. بيقطع وده بيقطع. علاقة كلها قاطع ومتقطع به امور ذاتها، حتى النساوين خلوا القطيعة بيقول. لا حول فهمتي؟ ولا حتى قوة الا بالله. يعني العلاقات بقت قطايع. فهمتي؟ اها. العلاقه كلها غلط في غلط. هم الاثنين دول معيوبين، الاثنين ده قاطع وده قاطع. الاثنين من الاخر اديك، لا ده قاطع وده قاطع. اها. من الاخر هم الاثنين خسيسين. انا بقول بالواضح بالفم المليان، احنا ما لنا بهم علاقه بعلاقتهم دي، في النهايه احنا ما عندنا بهم علاقه. تمام، لكن النصيحه البادي افعل جابون. مع الناس بدي تمسك في الحقيقه صح. انا اها. الود ده والله لا قاعد اريده ولا قاعد عندي له شيء، ولا قلت لكم انا بس موضوعي معه استفزاز بس، دافينا له لي سنتين ورديت حقي فيه، وهذا كما تدين تدان الشمت فيني واستفزاني في موضوع شاهد. هذا ربنا نفس الحاجه اللي انا قاعد يستفزني بقى انا جيت استفزيته فيها، في حين انه سبحان انا الله. كنت على حق. وهسي انا لما ضميت صوتي وانه وقفت معاه عشان ما يحصل له اللي حصل لي، عشان ما تبقى له نبذه. اها. لانه بعد بكره هيجي يقول له تحتي والله انت ايمان سوت لك فعلت لك، انت ايمان عارف هيقعد يمسكوا له. والشعب السوداني شعب لا يوق اها. الحاجه دي، نحن ما دارسينها. فهمتوا؟ فانا الحاجه ده اوصلها، كان الاثنين دول غلطانين. ما معقول علاقه حب كلها تسجيلات كلها كبشرات. يا اخي شيء مبالغه ذاته فايت الحد. علاقه كلها من الالف للياء كلها كده معقوله؟ معناه تاني واحد ما يحب تاني انا ما اتكلم، معناه مش اتكلم بعيد ولا بس بالضبط. الا هاي وجه هاي البيت. تنافس ولا شغله في زول، والله 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 قلت لك، بقينا نخاف انت تكون بتتكلم وقلبك في يدك ذاته، الشمار ذاته خليناه. والله انتم ما تصدقوني، الحمد لله انا الموضوع ده فتحته انا في المنصه، فتحته انا ده كمحمد الراحل، وانا سردت مواضيع القصه بتاعت البرنس دي كلها. فتح لايف الاول صرح لكم، فتح لايف الثاني بنسبه 85% ايد كلامي كله قلته. وبالنسبه لود خالته ده القال دخل، فعلا الزول ده قريب منها شديد. لانه الزول ده عندي شخص دخل لإيمان الشريف بواتسابه وقال لك كيف تمام الحمد لله، والسكرينات موجوده بعدين الله بس 11 ما تنسوا. دخل ليها وقال لها انت دار تصل الى الرحال كده، نظام بيستدرج فيها
قام نفس الرقم اللي انا دخل لي واتكلم معاي، اها. قام دخل لي وقال لي انت طلباتك شنو؟ لما رسل لي السكرين قلت له ما تستمر معاه، رسل لي سكرين بنفس الرقم بنفس الزور اللي انا سجلت له مكالمته في البودي. مش نفت الكلام ده. اها. تخيلي ايتو بس. اتخيلي مش نفت ورفعت وقعدت تستفز انه ما في منه الكلام ده وبقت ترفع في الفيس نفس الطيب الزول ده. صاحبي ده دخل لك في واتسابك، صاحبي دخل لك في واتسابك، اتدخل مجاهد ده ولا محمد ده جاب الرقم من وين؟ دخلوا لك 2 ارقام انت في واتسابك، 2 ارقام. بعدين في لايف حتعرفين عشان ما تعملي كانك انت في النهايه حقيقتك ظهرت، فالناس تحاول تشوف لها قصه ثانيه. بس انا داير اشوف وشوش الناس بعد ما هم يتقبضوا. هم صدر فيهم القرار بتاع الغلط، صدر فيهم على فكره، اصلا ما صدر. ممكن. قبضوا البودي جارد اعترف، اها. وقبضوا الثاني اسمه جلال ده قبضوا اعترفوا عليهم على فكره. لا محامي بزورهم لا اهل بزوروا، لا ده قاعدين تحت التحقيق لحد الان. ايتو الحمد لله، عشان اي زول يشيل قربه مخرومه تخر في راسه، ما في زول يمشي يشاكل لي عشان زول. غاية والله نصيحة مني لكم، أي واحد عنده علاقة مع زول تتلاقى معاه في الواقع، في كافيه، في حديقة، تحت الكوبري، تحت الشجرة، في النجيلة، علاقات كل حتى أنت المتزوجة ما تتكلمي مع راجلك. غاية اي السنة كلها اي متزوجة لانه أنا لو اختلف معاكي برضه بشرشر بيك. والله غاية الدنيا دي بقت صعبه شديد. والله العظيم حيرونا، أقسم بالله حيرونا. اي يلا يدي العافيه. طيب بس الحمد لله. المهم ما تستنوا منها لايف ولا تستنوا منها اي حاجه. وبالنسبه لناس السودان والله يتواصلوا معاك يا ايمان، وانت ما حبيتي تردي لهم وبتاع وقلت لهم امشوا تكلموا مع اخوي هو خالتك، ناس المخابرات تواصلوا معاك وتكلموا معاك وكده، وقال لك الموضوع ده كيف وكيف، وقلت لهم امشوا اخوي زميلكم وبتاع. يعني يا ايمان يعني انت بس انت الوقت الراهن يا ايمان ما قاعده في اسوان يعني انت يوم حفلتك بتاعت رحله في مصر دي انا اجرت لي 10 نفر حنطبع تيشيرتات ونطبع فاصولة البرنس ونكتب كلنا البرنس، ده حيكون ترندي من الموت اخير ما تيجي تغني الحفله. ده الله انا ده يعافي. الشيء بقوله لك انا. البرنس غايته لقاه في صمت خشمه. والله غايت انا غايت الله يخليني لي فعل الخير، بحب فعل الخير. الله يلا يدي العافيه يا طلع لك انا الناس دي كلها جت للشمارات كيف. اي الله يحلينا. بس الحقيقه ما عندكم والله، لسه لو دقونا ولا خطفونا كلكم تقولوا يستاهل. ما اصل وقت الحر ناس بتزوق منك، انت قايل شنو؟ الله غايته الحمد ان شاء الله لله. ربنا يحفظك يا اخي. الله يدي العافيه. لا لا الله يدي العافيه يا بابا كوكي. الله انا اشوف يبارك خليك فيك، تكمل تسلم يا الغالي، حياتك تسلم. كلها.